السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في تغطية تي في سبورتس المستمرة لكأس الأفريقية المغرب 2025 مع ثاني مباريات نصف النهائي لهذه البطولة مع ظهور جديد للمنتخب المغربي. آخر آمال العرب في هذه البطولة، المنتخب مستضيف لهذه البطولة صاحب أفضل وأكبر إنجاز في تاريخ الكرة الإفريقية على مستوى كأس العالم بوصوله إلى نصف النهائي مونديال 2022. قبل الدخول في التفاصيل اسمحوا لي أولا أرحب بمحللي بي إن سبورتس نجوم الكرة العربية السابقين. أبدأ دائما بالأكبر في السن، الأكبر في السن موجود في النص، كابتن عز بنيت. مساء الخير. مساء الخير، أهلا بك. أهلا وسهلا. ما شاء الله، مع أن شكلك أصغر من عمرك ب10 سنين. مساء الخير يا كابتن. أهلا وسهلا فيك. أرحب كذلك بكابتن جمال سلامي، نجم المنتخب المغربي السابق ومدرب المنتخب الأردني متأهل معه إلى كأس العالم. مساء الخير. أهلا وسهلا بك يا كابتن. شكرا، حياك الله. وأرحب كذلك ببطل هذه المسابقة مرتين مع منتخب مصر كابتن محمد تريكة. مساء الخير. اهلا بيك يا كابتن. الشك مش عاجبني والله، زعلان بخروج مصر. طبعا بس يعني قدموا بطولة كبيرة صراحة. هو الكابتن حسام حمل الهدف اللي كان محطوط له قبل ما يروح للبطولة، انما طبعا احنا عندنا 7 ألقاب، فانت بتتمنى مزيد، كنت عاوز توصل نهائي، فقدر الله ما شاء فعل. الولاد عملوا مجهود كبير والكابتن حسام عمل بطولة كبيرة، ان شاء الله يبقى في استعداد كويس لكأس العالم ويقدموا حاجة كويسة في كأس العالم. ان شاء الله عندنا المقدرة ان احنا ومواهب انها تقدم كرة افضل من اللي قدمناها، خاصة في قدامنا من السنغال. انما هارد لك وبالتوفيق ان شاء الله للمنتخب المغربي انه يوصل في هذه البطولة ان شاء الله. ما حدث في أولى مباريات نصف النهائي، خرج المنتخب المصري، تبقى لنا أمل آخر على مستوى المنتخبات العربية وهو المنتخب المغربي الذي يستضيف بعد أقل من ساعة من الآن واحدا من أقوى وأفضل المنتخبات على الإطلاق في هذه البطولة، منتخب نيجيريا. ورقة واحدة من أقوى مباريات البطولة على الإطلاق بين 2 من المرشحين و2 من أقوى المنتخبات من الناحية الفنية على مستوى يمكن أفضل 20 منتخب حاليا على مستوى العالم، ليس فقط على مستوى أفريقيا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هارد لك للمنتخب المصري، نتمنى إن شاء الله توفيق لهم في كأس العالم إن شاء الله. المنتخب مرحلة من المسابقة وهو في أقوى حالاته، يعني مر من صعوبات خلال المراحل السابقة، تحسن بشكل تدريجي. وهذا هو اللي يخليك تشعر بأنه البطل هو اللي تيتقدم في المراحل وتواجه صعوبات وتيتغلب عليها. فكر مدرب، تلاحم لاعبين، جمهور، وهذه المعطيات كلها توحي بأن مباراة اليوم غتكون مباراة مهمة لنا، لأنه مباراة فاصلة لنا على النهائي. يعني زميلي عبد العزيز، مساء الله بكل خير. طبعا عرض لك للمنتخب المصري والجماهير المصرية بعد هذا الإخفاق، بعد أن عاشت الجماهير المصرية أحلام كبيرة بعد الفوز المتميز في المباراة السابقة أمام كوت ديفوار، لكن اليوم المنتخب المصري فاجأ الجميع بأداء أقل بكثير من مستوى المباراة السابقة ومستوى المباراة السابقة. أرحب بالكابتن هيثم فاروق محلل قناة بي إن سبورتس. كابتن هيثم، يعني اليوم الأداء المصري متراجع تماما على عكس المباراة السابقة، وتحديدا في شوط المباراة الثاني، والمنتخب السنغالي الصراحة فاز بهدف واستحق بالفعل التأهل إلى المباراة النهائية. السبب الرئيسي في هذا الظهور الباهت للمنتخب المصري في المباراة اليوم؟ أنا أشوف إن هو نفس سيناريو أو نفس تشكيل مباراة كوت ديفوار. المصري في البطولة الذي أخذ منحنى تدريجي تصاعدي رائع إلى أن أتى في مباراة اليوم. واضح أن هناك تراجع بدني بعد إجهاد في المباراة ال5 الماضية. هل ارتفاع نسبة ومتوسط أعمار لاعبي المنتخب المصري اللي تقريبا أكثر من 30 عام ونصف هي السبب الرئيسي في هذا الإجهاد مع مرور الوقت ومرور المباراة في البطولة؟ لا ما تأثرش، أنا أشوف بس هو الجودة عند السنغال أعلى شوية، وبعدين كلهم بيلعبوا في دوريات قوية، أندية قوية كومبتيتيف، يعني بيلعب في ايفرتون، بيلعب في توتنهام، بيلعب في بايرن ميونخ. أنت عندك 2 محترفين فقط تغيير، وزي ما احنا عارفين في الفترة الأخيرة لا يشارك مشاكل محمد صلاح في ليفربول، وعمر مرموش مش اساسي في الفتره الاخيره عند بيب جوارديولا، وسامعين ان هو برده جاي له عروض من انديه اخرى. فهو فرق لعيبه بتنافس وبتشارك على طول، ولعيبه
قادره على تخطي مثل لكن هذه في نفس المواقف. الكلام كان الكوت ديفوار لعيبه متميزه وبتلعب في انديه اوروبيه كبيره ايضا، ولكن المنتخب المصري كان هو الافضل طول المباراه واستطاع تحقيق الفوز. هل اليوم اجهاد بدني من مباراه كوت ديفوار، خصوصا ان السنغال لعبت يوم سابق للمنتخب المصري كانت مع مالي ثم مصر بعدها بيوم، ففي نقطتين. مصر لعبت متاخره عن السنغال بالاضافه لمباراه كانت صعبه امام كوت ديفوار. هل الاجهاد البدني سبب رئيسي فيما ظهر به المنتخب المصري؟ 24 ساعه ما تعملش جهاد بدني. انا شايف ان الظروف المحيطه بالمباراه ان منتخب السنغال لعب هنا في طنجه كل مبارياته، ومنتخب مصر نقل انتقال ونلعب قبل بيوم او بعد بيوم. لا انا اعتقد في عصر المحترفين الحاجات دي ما بتفرقش كتير قوي، ولكن انا بقول لك هو اختلاف سيناريو مباراه كوت ديفوار عن مباراه النهارده. لو كنا سجلنا في البدايه النهارده كان ممكن نشوف وضع مختلف وكنا اشدنا بالاداء. سؤال اخير عن التبديلات. حسام حسن يعني اصبحت الامور نسبيا نمطيه في التبديلات حتى اثناء المباراه، وتاخر دائما في التبديلات باستثناء فقط اصابه او خروج فتوح عامه ونزول محمود حسن تريزيجيه. لماذا التبديلات كانت متاخره رغم التراجع الواضح للمنتخب المصري وعدم وجود اصلا شكل هجومي للمنتخب المصري؟ لانه عامل سيناريو طول ما النتيجه 0-0 انا محتفظ باللعيبه بتاعتي. اول ما دخل مرمانا هدف وكان في وقت متاخر ابتدى يدفع باوراقه الهجوميه، لان انت خلاص انت ما قدامكش اي شيء غير ان انت تدفع مصطفى محمد، تدفع ابو محسن، تدفع بزيزو، تدفع بكل العناصر اللي عندك. واعتقد كان لينا الشكل هجومي نوعا ما ولكن ما قدرناش نسجل التعادل. لكن بشكر اللعيبه على الاداء اللي عملوها، بشكر الجهاز الفني. قبل النهائي اي نعم كلنا كنا عايزين ناخد البطوله، بنحلم بالنجمه الثامنه، ولكن انا زي ما شرحت لك فرق جوده عند منتخب السنغال. طيب يعني هل نقول ان المنتخب المصري كان بالامكان افضل مما كان؟ على ما قيل قبل البطوله ان المنتخب ليس هناك امل، المنتخب يؤدي بشكل سيء في المباراه الوديه، يعني كان في بعض الانتقادات للكابتن حسام حسن، ولكن ما وصل اليه الان الى نصف النهائي باداء تكتيكي مميز في المباراه السابقه، هل نقول ان بالامكان كان افضل مما كان ام ان ما وصل به حسام حسن مع المنتخب يعتبر انجاز واداء متميز يستحق عليه التحيه والتقدير؟ قبل المنتخب ما يغادر القاهره الناس كانت بتقول ايه؟ هنخرج من الدور الاول، هنلعب 3 ماتشات ونروح. الفرق دي صعبه انها تصل الى السيمي فاينال، فانا اعتقد اللي حصل كان شيء مميز جدا، وبشكر الجميع لان هم ادونا امل ان احنا نحقق البطوله مره ثانيه بعد غياب 15 سنه او نحقق النجمه الثامنه. فانا اعتقد الوصول الى المربع الذهبي شيء مميز، ولكن اكيد الكل زعلان لان الامل جاء وبعدين راح مننا مره واحده. كابتن هيثم فاروق نشكرك شكرا جزيلا. شكرا. هكذا طبعا كانت اتصالتنا كابتن عبد العزيز النصري من داخل ملعب المباراه ملعب طنجه الكبير بعد توديع المنتخب المصري للبطوله والخروج من الدور نصف النهائي. عوده اليك في الاستوديو زميلي عبد العزيز النصري.